جات لي سيارة كيا كارينز موديل 2010. فيها عيب غريب شوية، طبعا في حد كشف عليها قبل مني، بس عاملين ايه بالضفيرة. العيب اللي فيها، انا المفروض افتح كونتاك تمام، الدنيا تمام اهي، اقفل الدنيا قفلت. عيب غريب شوية اهو، المفتاح معايا، السيارة من غير مفتاح، تحرك بس العصاية فتحت قفلت. طبعا لو انا فتحت كونتاك بالمفتاح اهو، فتحت معايا عادي، مفيش اي مشكلة. طب بس مفيش اي علامة بتقول انه العصاية مثلا على البارك. هجيب الار تبقى ايه شغالة. زي ما انتوا شايفين اهي. طبعا هوفيكم بالتفاصيل، اقول لكم ايه الدنيا. زي ما اتكلمت انا اهي، علبة الفيزات اهي الخارجية تمام. طبعا انا كشفت على كله، فبالصدفة كده ببص تحت الكفر كده لقيت فيه مسمار راكب. طبعا انا هحل دلوقتي وهوري لك المسمار عامل مشكلة. طبعا انا رجعت على الفيشة هنا لقيتها سليمة، الضفيرة هنا، الفيش، طبعا كل ده انا عملته. انا بوري لك بس القصة دلوقتي. بص العيب منين، حلو انا اهو، شايفه حلو، هتتحل المشكلة. مسمار اهو، شوفوا عمل ايه بقى بعد ما حليت. اهي الضفيرة شايفين، سلك احمر اهو، سلك الاخضر. السلك الاخضر المفروض مسؤول عن اللمبات اللي ورا بتاعت المرشدين، وعندي سلك الكهرباء اهو. طبعا لما رابط المسمار الصنايعي رابط ايه على الاخر، فخارم السلك ومجمع مع السلك التاني. فانت لما تجيب مرشدين تلاقي اللمبات نورت معاك بتاعة الكونتاك. ترجع على البارك تلاقي برضو منور معاك على طول المرشدين. فعامل لك قفلة بالضفيرة المسمار ده. طبعا هي كانت المفروض طريقة التثبيت تبقى غير الطريقة دي، بس نصيب الراجل. والحمد لله انا هلف السلك واقفل العربية، وبعد ما اخلص هوريكم عملت ايه باذن الله، وادور اجرب. طبعا انا خلصت اهو، كل حاجة عملتها. العصاية الار مفيش اي مشكلة. المفتاح هشيله خالص اهو اهي، يبقى البارك الدنيا تمام. فتحنا كونتاك اهي، البارك جاي معانا عادي، النقلات كلها. طبعا المشكلة كلها بدأت بمسمار باستهتار.